هنعمل عجينة ترضي الطرفين، اللي بيحب القرص بالعجوة والقرص السادة بعجينة واحدة هتبقى طعمها يجنن في الحالتين. تعالوا نشوف هنحضرها ازاي. هنحتاج كيسين معلقتين سكر، كيسين خميرة، هنحتاج كوباية مية دافية. طبعا انا بالعين بحط يا جماعة على طول، فانتي لو مش بتعرفي بالنظر كده هتزودي مية، فانتي لا، خدي بالكوباية كوباية مية دافية. هتبداي تقلبيهم كويس وتحطيهم على جنب. دي اول مرحلة هتحضريها عشان تخمر براحتها. ده كيلو 2 كيلو دي، ال2 كيلو دي بياخدوا كيلو سمنة. انا ضفت هنا سمنة على زبدة، نص زبدة ونص سمنة، بتدي القرصة طعم تحفة. هحتاج هنا مع القاش ده شمر على ينسون، انا مطحناه برضو في المطحنة واخداه دقيقتين على النار، بديله تحميصة كده بيدي طعم تحفة. هتحتاجي منه 4 معالق، معلقتين سمسم على فكرة بيدي طعم تحفة للقرص. هنحتاجي هنا 4 معالق سكر، لكل كيلو دقيق بنحط معلقتين، ده 2 كيلو هنحط 4. هنحط ذرة ملح، هنحط كيس بيكنج باودر. تمام. بصوا هتقلبوهم كويس، وانا هناك سيحت السمنه والزبده على النار، سواء انت عايزاه على السخن او على البارد. انا عملته على السخن لان هو بيدي عمر معايا للقرصه. انت بقى تحطيه سواء على ايديكي بقى، او سواء في العجين، فانت دي الحريه الشخصيه. بصوا ما شاء الله العجينه اختمرت معانا. هتضيفيها وتسيبيها شويه معاه، وبعدين هتبداي تحطي الحليب بتاعك. انت بصي بالتدريج تنزلي بالحليب، انا مش هقدر اديكي كميه معينه عشان كل دي بيختلف من التاني. ده كان معايا كيلو دقيق، قصدي عفوا كيلو حليب. هتبداي تحطيهم على النار تغليهم، وتسيبيه برضو لما يبرد خالص، وتبداي تضيفي واحده واحده. انا خد معايا بالظبط كيلو الا ربع حليب. تمام. هنا العجوه انا فرماها في الكبب او محضره الطعام، بتفرميها وتبداي تحطي معلقتين زبده وكوريها بايديكي كده عشان تسهل معاكي الموضوع وانتي شغاله. بس كده، وهتبداي بقى تشكلي القرصه. بصوا القرصه اصلا ما شاء الله مش محتاجه يعني اكلمكم عنها. هي بصي العجينه طالما معاكي ناجحه كده، تضمني ان القرصه من اول ما انت شغاله فيها تضمني ان القرصه تطلع معاكي ما شاء الله ناجحه وجميله. هتبداي بقى بالسكينه تبداي تديها تشريحات كده. دي طبعا للقرصه ام عجوه. والقرصه الساده هتبداي بالشوكه، تفضلي يعني بالشوكه كده تنزلي وتطلعي بيها، تديها تخريمات عشان خاطر ما تقبش معانا، تبقى بتنغزيها كده بالشوكه. بصوا انا سويتها على درجه حراره 200 وولعت الشوايه على اخف درجه. ما شاء الله طلعت معانا زي ما انتم ما شايفين، اللون بتاعها يجنن. مش محتاجه اشرح لكم، هو الصوره واضحه. بس كده هتبداي طبعا تشوفيها معايا دلوقتي، هفتحها معاكم. بصوا ما شاء الله القرصه من جوه عامله ازاي، الخميره مظبوطه فيها وكل حاجه مظبوطه بالسنتي الحمد لله. هتبداي بقى تعملي القرصه الساده اهي. بصوا برضو نفس الكلام من جوه عامله ازاي. حطيها بقى في كيس وشيلها في الفريزر. متنسيش تعملي لي لايك. باي باي.